مثلا معركة جرت انتصروا فيها ولقنوا إسرائيل درس عجيب إلى الآن الناس تتكلم عنه. سمعنا من هذا العالم المخلوط المخبوط تناقضات، لا يتكلم كذا وده يتكلم كذا وده يقول كذا. هذا واقعنا. ماذا واقعكم أنتم؟ هل لك رأي ولا مثل الناس لا تكن إمعة؟ ما رأي مدرستنا؟ تقدر تقول برأي مدرستك؟ إذا لم تقول برأيها أنت ما تعرف شيء عن المدرسة، ما تعرف شيء عن الطريقة. أنت صبغت طريقتك ومدرستك بالواقع. إذا سمعت ناس يقولون أن هذا السلوك اللي جرى هناك لا ينبغي أن يدعى لهم، لا ندعي لهم لأنهم من نموذج كذا وكذا وهؤلاء شأنهم ومذهبهم. إذن هذا الكلام الذي يقال من أكبر الخطأ. فالذي يتكلم هذا لا يفهم. دائما عندما تظهر النصرة ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بصرف النظر عن مذهبه، هذا اتفقت معه أنا في القاسم المشترك. الجهاد مبدأ إسلامي ولا مبدأ محلي؟ عام. من قام بالجهاد هذا يجب أن ينصر، يجب أن يدعى له، لأنه يواجه عدونا المباشر، عدونا وعدو الأمة كلها.